ألقاب ويحطم أرقاما قياسية صمدت لسنوات. بطل دوري أبطال أوروبا، بطل السوبر الأوروبية، بطل كأس العالم للأندية، هذه الألقاب الثلاثة التي حصل عليها زين الدين زيدان بعد سنة من توليه الإشراف على ريال مدريد. 365 يوما مرت على توليه مقاليد الحكم في البيت الملكي خلفا لرافا بينيتاز. لم يكن أكثر المتفائلين بهذا اللاعب العبقري يتوقع له النجاح بهذه الكيفية في سنته الأولى كمدرب أول للنادي. فزيدان الذي تسلم الدفة في 4 من كانون الثاني يناير من عام 2016 نجح بسرعة رهيبة في إعادة الهيبة للفريق الملكي. 12 شهرا غير فيها تلك الصورة القاتمة إلى أخرى ناصعة بل مرصعة بألقاب هامة في تاريخ النادي. لمعت بدءا من مدينة ميلانو وتوهجت في مدينة موناكو وسطعت أكثر في بلد الشمس البازغة هناك في اليابان. عوامل نجاح عديدة ساهمت في تألق زيزو في حياته ما بعد اللاعب، حيث أشار كثيرون إلى أن لديه حسا تكتيكيا عال فضلا عن مكانته كلاعب عبقري جعلته محل احترام لاعبيه. تنضاف إلى هذه الخلطة السحرية حسن تعامله مع كبار نجومه وخاصة كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، وتجاوزه بسرعة للمطبات والمشاكل التي كان يمكن أن توتر علاقته بهم. هذا عن سنة خلت جعلته رجل العام في إسبانيا، لكن على الرجل الاستعداد جيدا للسنة الجديدة، فالريال لم يخسر سوى في مباراتين من أصل 53، كما أن المحافظة على لقب دوري الأبطال يعتبر أكبر رهان له. أما التحدي المحلي فهو بالتأكيد استعادة لقب الدوري من برشلونة، بما أنه يتصدر حاليا ترتيب الليغا بفارق 3 نقاط عن غريمه الأزلي مع مباراة مؤجلة. هكذا هي طموحات زيدان من لاعب كان سقف أحلامه عاليا جدا وحقق كافة الألقاب الممكنة، وبعد سنة فقط من جلوسه على الدكة مدربا أولا ها هو يواصل سرد قصة نجاحه. وأي نجاح! خاض برشلونة